اللهم إن كانت هناك ذنوب تحول بيننا وبين تيسير أمورنا فاللهم اغفر لنا. اللهم اكتب لنا ارتقاء في أحوالنا وحقق لنا ما نتمنى. اللهم لا تجعلنا عبئا على أحد. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا ولا بقلة شكرنا. اللهم لا تخذلنا بقلة صبرنا ولا تحاسبنا على قلة استغفارنا. اللهم أنت الكريم ورحمتك وسعت كل شيء. يا رب اهدنا واجعلنا من الذين اهتدوا هداية لا نرتد بعدها أبدا، وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم ما نخشى أن يكون صعبا في هذه الدنيا فهونه علينا، وما نخشى أن يكون عسيرا في هذه الدنيا فيسره علينا، وما نخشى أن يكون شرا في هذه الدنيا فاجعله لنا خيرا وأنت على ذلك قدير. اللهم بشرنا بما يسرنا، اللهم بشرنا بما يسرنا، اللهم فاجئنا بما يسرنا. اللهم أعنا على ذكرك السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم النهارده بقى فيديو جديد غير الفيديوهات اللي فاتت خالص. الفيديو اللي انا قلت لكم عليه في الفيديو اللي فات، قلت لكم ان شاء الله كده رايحين نتفسح الاسبوع الجاي. ما فيش بقى طبعا روتينات ولا كلام من ده، فقلنا نريح نفسنا بقى قبل دخول الدروس. هي الدروس طبعا بدأت في شهر 8، احنا في شهر 8 الدروس بدأت، بس احنا بصراحة ما بدأتش لولادي، لسه هبدأ لهم، بس قلت نروح الأسبوع ده وبعد ما اجي أبدأ الدروس. لان عيالي بيستنوا الاسبوع ده يعني ما بيخرجوش طول الاجازه، يعني احنا بناخد الاجازه ما بنخرجش، اذا كنت بسافر عند اهلي او كده، بس هي دي الخروجه بتاعت ولادي. اما بنخرج ونروح ونيجي وكده لا، عيالي ما بيخرجوش، فهو ده الاسبوع اللي ولادي بيستنوه كل اخر السنه في الاجازه يعني. فما بدات لهمش دروس، قلت لا لما اروح بس اخرجهم الاسبوع بتاع المصيف ده، وبعد كده اجي ابدا في الدراسه يعني. في ناس بتبدا في اول 9 وفي ناس بتبدا في 8، فقلت لا، بناقص اسبوع من شهر 8 واروح افسحهم. اول حاجه انا كنت مجهزه، ما جهزتش طبعا ولا رتبت اي حاجه خالص، لاننا احنا قلنا هنروح على اخر 8. بس يعني حصل الظروف والشقه اللي احنا كنا حاجزينها، قالوا لنا لو انتوا حابين تروحوا في اول 8 ممكن، يعني متاح ان احنا نروح في اول 8، بس احنا كنا حاجزين ان احنا هنروح في اخر 8. ما كناش مرتبين نفسنا ان احنا هنروح في اول 8، فجت كده. فما جهزتش اي حاجه بقى طبعا ولا اي حاجه. خدت حاجات من البيت وكل بقى، انا كنت لسه جايبه حاجات لاول الشهر وكده. هنا بقى كنت خلاص لميت الحاجة، وكنا احنا ماشيين على الساعة 4 كده، 4:30. فكانت لسه الجو لسه يعني كان ضلمة وكده، فقلنا علشان نوصل قبل ما الجو أو قبل ما الشمس تطلع. يعني احنا عدينا طلعنا من القاهرة، كانت لسه برضو كانت الساعة في حدود الساعة 6 أو كده. هو الطريق خد مننا 4 ساعات ونص أو 5 ساعات. يعني وقت طويل. فعلى ما جينا بقى على ما وصلنا كانت الساعة في حدود الساعة 8 أو 9 كده يعني. لا 8 ايه، كانت 10 9 10 على ما وصلنا لمكان الشقة. وهنا بقى كنت خلاص دخلنا المدينة، كنا وصلنا بصراحة في المنطقة، في الحتة دي كنا احنا وصلنا. لان كان جوزي بيمشي شوية وبيقف شوية عشان كان عيالي بيزهقوا من قعدة العربية، فكنا بنركن كل شوية في استراحات كده عشان كان المشوار طويل. هنا بقى كنا خلاص دخلنا وقربنا بقى على الشقة، احنا كنا كده في نص يعني قربنا على مكان الشقة. الطريق ما خدش مننا وقت، لان ما حسيناش بيه بصراحه، هو المسافه طويله بس ما حسيناش بالوقت، لان كنا قاعدين بنتكلم كده وعيالي بيهزروا ويضحكوا وكده، ووقفنا مرتين ثلاثه كده في الطريق، فما حسيناش بصراحه والله، على قد ما هو كان ساعات كتير بس ما حسيناش بالطريق. كنا الاول اصلا بنتبع المكان، كنا بنروح في الاتوبيس بتاع المكان اللي بيوديك المصيف. اما دلوقتي احنا المره دي والمره اللي قبلها رحنا بالعربيه بصراحه. لان ما اللي مسكوا الاولاني بتاع الحجز، خلوا الحساب للاتوبيس وحساب للشقه، فطبعا مبلغ.
بقى مبلغ علينا، فقلنا لا، خلينا ندفع ايجار الشقه الحجز، واللي كان على بتاع الاتوبيس احنا نروح بعربيتنا، ما نروحش تبع المكان بالاتوبيس، لان بيبقى مبلغ. فيعني ايه، آه، خلينا نروح احسن بالعربيه ونتحرك براحتنا. يعني وقت ما احنا عايزين نمشي، نمشي الصبح، نمشي اخر النهار. لو حبينا نخرج نتفسح بالعربيه، غير ما بتدفع هناك مواصلات كده يعني، فاهمه؟ تبقى بحريتك. وكمان بتبقي، هو الاتوبيس مريح وكل حاجه، ما قلناش حاجه، بس يعني ايه، بيحكمك انك انت مثلا لما تيجي تخرجي بتخرجي بمواصلات وبهدله وكده، لا، فقلنا لا، خلينا بالعربيه احسن. هنا بقى كنا وصلنا الشقه، احنا ما كنتش عملت فيها اي حاجه، هي زي ما خدناها من اللي قبلنا، الناس اللي قبلنا قبل ما بيمشوا بينضفوها لك ويسيبوا لك الدنيا. بس بصراحه احنا رحنا لقينا الشقه اصلا متبهدله، هي الارض كانت نظيفه بس السراير ما يعني هي كانت منحكشه كده. بس انا طبعا جايبه ملايات غير الملايات دي، والفرش ده كله لميته وحطيته في الدولاب ليهم، وما نيجي نمشي بروح فرشه تاني. اما انا بجيب الفرش اللي انا جايباه انا، يعني كل واحده بتجيب ملايات، عايزه تجيبي ملايات انت بتجيبي. ودي الاوضه التانية، هي الغرفه فيها سريرين وكومودينو وتسريحه صغيره كده على الجنب ودولاب زي اوضه اطفال كده. ومروحه وفيها شباك، دي الاوضه دي على الجنينه من ورا، على العماره من ورا. هي العماره حواليها كده جنينه من ورا ومن قدام والجناب وكله. فده الجنب بتاعها من ورا، الاوضه دي بتبص على الجنب من ورا. والاوضه التانية اللي انا وريتها لكم في الاول بتبص على العماره من الوش البيت، فاهمين؟ من وش العمارة. هي كل أوضة سريرين ودولاب وكومودينو وشباك، أو زي ما انتم شايفين كده، دي بتبص على الشارع من ورا، يعني من العمارات من ورا. وكل العمارات تحس ان هي كلها شكل واحد. احنا كنا هنا كانت الساعة 11 الصبح على ما وصلنا واستلمنا الشقة وكده. وانا كنت غيرت بقى، قلت ما اصورها لكم قبل ما اغير الفرش وكده. كنتش لسه كنستها، يعني قلت ما انضف وامسح وكده. طبعا انت اول ما بتروحي بتحبي تنضفي وتغسلي وتمسحي وكده يعني. فما خرجناش اليوم ده الا بالليل، بعد ما نضفت اللي هي الشقه وخلصت. هنا المطبخ بقى، المطبخ اللي هو المونتال وتلاجة، تلاجة يعني عادية، والبوتاجاز بس ومفيش حاجة. والبوتاجاز بالانبوبه بتاعته وكده. هنا بقى الحمام زي ما انتم شايفين كده. هو كان بس عايز يتغسل، بالذات الحمام. انا اول حاجه غسلته، وكنت جايبه ازاز الكلور عشان اغسل الحمام واغسل الحواض وكده يعني. هنا بقى البلكونه احسن حاجه في الشقه. البلكونه كبيره، يعني كبيره كبيره، حجمها كبير، وفيها شاشه في الوش كده ومروحه في السقف برضو. هي كل مكان فيه مروحه. احنا كانت قعدتنا دايما هنا على الترابيزه ده، عشان كنا بنفطر ونتغدى وكده يعني عليه. اما المفرش اللي انا حاطاه ده مفرش بلاستيك انا حاطاه عليه، عشان هي خشب بس كل شويه بمسح فيها، فحطيته كل شويه اغير المفرش، بس لما بنيجي نتغدى اروح شايلاه واحط واحد نظيف كده يعني. بس هنا الشقة زي ما انتم شايفين كده، وهنا من ورا زي ما بوريكم. هنا جبتها لكم بطريقة تانية، يعني من البلكونة، عشان الشقة فيها بلكونة من قدام وبلكونة من ورا. هنا من ورا، يعني ما تيجي تبص كده من ورا. والجو كان جميل بصراحة ورا. احنا دايما وقفتنا من ورا كده في البلكونة اللي هي يمت ورا. دايما كنت اقف فيها، تحس ان الجو ورا هدوء، وعشان قصادنا في العمارة من قدام زي كافيه، في كافيه مفتوح وفي سوبر ماركت، فتحس ان الدنيا دوشة قدام. فتقفي في البلكونة من ورا، في البرندة من ورا، تحس ان الجو هادي وجميل. هنا دي العمارة اللي جنبنا، وكلهم تبع بعض يعني. المكان تبع واحد، فاهمين؟ يعني تبع يعني نقابة واحدة. بس اللي عايز يقعد تحجزي في العمارة دي او تحجزي في العمارة دي. فاحنا كنا دايما بنحجز في العمارة اللي انتوا شايفينها دي. هنا بقى كنت خرجنا بقى بالليل، بعد ما روقت الشقة ونظفتها وفضيت الشنط وكده، وجهزت كل حاجة بقى مكانها، حطيت كل حاجة رتبتها مكانها، وارتحنا بصراحة يعني، عشان كان المشوار طويل، وكمان احنا ما كناش نمنا. عيال لما بيكونوا مسافرين ولا رايحين في مكان غريب ما بيناموش، بيفضلوا فرحانين فما بيناموش. فعيالي طبعا جوهم مش شطفوا، وانا كنت نظفت الشقة وكنا نمنا لنا ساعة، وبعد كده قلت لهم ايه، خلاص خليكم بالليل امشيكوا على الكورنيش شوية.
هنا كنا خرجنا اصلا طبعا على الكورنيش، رحنا قعدنا يجي ساعتين 3 كده على الساعه 2 وكنا روحنا. لان كنت عماله كنت نمت بصراحه وعيالي ناموا، بس تحس ان النوم برضو عايزه انام تاني، مش عارفه. وهنا على الجنب هنا الشارع ده بيوصل على الكورنيش. وانتي ماشيه، طول ما انتي ماشيه العجل واللي هو البتاع اللي هو مش عارفه اسمه، بيقولوا عليه اسمه ايه، اللي هو اللي زي العجله بس تخين ده، مش عارفه اسمه ايه. طول ما انتي ماشيه بتفضلي ماشيه كده، الحاجات اللي بيأجروها دي كتير بصراحه. وكده احنا كنا اصلا مروحين، يعني كانت الساعه 2:30 كده كنا مروحين. قلنا بقى نروح ننام بدري عشان نروح على البحر من بدري. انا ما بحبش اروح البحر والشمس طالعه، لان انا عندي حساسيه من البحر. بقعد اهرش لما الشمس بتشوفني مع ميه البحر، بقعد اهرش كاني زي الجربانه. فما بستحملش الشمس تيجي عليا، فبروح على الساعة كام، الساعة 5 كده رحت البحر. تاني يوم هنزل لكم الفيديو برضو. رحت تاني يوم الساعة 5 قبل ما الشمس بتطلع، بكون انا مروحة واخدة عيالي وماشيين، لان ما بحبش الشمس تيجي عليا. لو الشمس جت عليا بفضل اهرش بصوا ما بستحملش جسمي. وهنا بقى خلاص كنا مروحين بقى. اليوم بتاعنا بصراحة كان هو كان يوم طويل، بس بصراحة ما حسيتش بيه والله. كان يوم جميل يعني. لما رحنا قعدنا بالليل على الكورنيش، دي الكافيه اللي انا بقول لكم قصاد العمارة دي، العمارة اللي في الوش